سلام حبيباتي، وش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير في صحة جيدة يا رب. وكل يوم عندنا فيديو جديد وموضوع جديد. يعني اليوم ما راح نقسموا راتب، بالعكس اليوم راح نكتشفوا الأخطاء اللي تخلي الراتب تاعنا يخلص. يعني ناس بزاف راهي الله يبارك الخلصة تاعها كبيرة، بصح يخلصوا من ما باسمانة، يقول لك راني محرق ما عنديش دراهم، وين راحوا؟ يبداو التساؤلات. وكامل صارت لنا الحكاية هذه. ما شوفوا معايا البنات، ركزوا مليح في هذا الفيديو وهذا الموضوع. راهو يهمكم بزاف، وراحين تكتشفوا الأخطاء اللي قاعدين توقعوا فيها. يعني كامل وقعنا في الأخطاء هذه، ودينا تعلمنا من أخطائنا، وربي إن شاء الله ما يعاودوش يتكرروا. نبداو بسم الله. أول حاجة يا البنات رانا نوقعوا فيها كامل، يعني ماشي الأكثرية نوقعوا في هذا المشكل، وهو عدم وجود ميزانية. وش معناتها عدم وجود ميزانية؟ يعني الإنسان يصرف بلا ما يحدد وش راح ينفق. يعني تروحي تشري تهزي لاباي كيما راهي هكا، ما عندكش ميزانية محددة، وتروحي تخرجي ولا تروح تخرج تشري اللي جات تشري كلش اللي جا في راسك من الضروريات ولا اللي غير ضروري. المهم تشري الحاجة اللي عجبتك، ماشي الحاجة اللي تحتاجها. وهذا سر من الأسرار الأولى اللي تخلص لاباي وتخليها تنفذ منك بلا ما تحس. المشكل الثاني وهو المشتريات العشوائية. يعني نشري حوايج ما عندها حتى ضرورة، نروحوا نهزوا الحاجة اللي عجبتنا، نخرجوا للمرشي ولا ندخلوا لي سيبيغات، ولا تعرفوا العين كما نقولوها العين تاكل قبل الفم. نروحوا نشريو اللي جات. العشوائية هي اللي تخلي لاباي تخلص. يعني تهزي لاباي كيما هكا، وتروحي تدخلي للسيبرات تشري الحوايج اللي يعجبوك برك، ماشي اللي انتي محتاجتيهم في دارك. مثلا انتي عندك حوايج محتاجتيهم، تنسي عليهم تالمو حوايج هذوك عجبوك. وهي باش تحبي تقتصدي وتكون عندك ميزانية منظمة لازم تشري الضروريات، يعني الحوايج اللي راكي محتاجتيهم. سيرتو لا راكي في تحدي ولا عندك دين ولا عندك كما نقولوا احنا هدف حبيتي توصلي له في حياتك. المشكل الثالث وراه كامل كيما نقولوها ولا طوندونس درك الغاشي كامل راه ولا ياكل برا ويكوموندي من برا والتوصيل كثرة الأكل خارج المنزل. يعني المطاعم والتوصيل راهو يستهلك جزء كبير 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 من الراتب. يعني تاكل برا في الدار هكا في الليل اخر ليل تكومونديو ماكله هكا ويجيبها لكم التوصيل، هذاك نص تاع الراتب ودعوه الراتب سيبون راح يروح. باسكو كثرة الاكل في الخارج ماشي ما تاكلوش خلاص، بصح كثرة الاكل في الخارج راهو يستهلك جزء كبير من لاباي. نروحوا للمشكل الرابع وهو عدم كتابة المصاريف. يعني كي ما تتابعش ولا ما تتابعيش المصاريف تاعك هذوك وين قاعدين يروحوا، ما تكتبيش في ورقه وستيل وش شريتي، وما تتابعيش المصاريف تاعك، يعني محال تقدري تتحكمي في لاباي. الانسان لازم ديما ورقه وستيلو ويكتب وش شرا وين راحوا المصاريف هذوك، باه الغلطه تاع الشهر هذا ما تتعاودش الشهر الجاي. هذه تاني خطأ من الأخطاء اللي نرتكبوها، عليه لاباي تخلص من هاد الأخطاء. نروحوا للخطأ الخامس وهو الديون. يعني ندينو وعلاه ندينو؟ باسكيل وقعنا في الأخطاء الأولى اللي ذكرتهم: عدم وجود ميزانية، المشتريات العشوائية، كثرة الأكل برا، عدم كتابة المصاريف. ومن بعد نوليو في الديون، تخص لاباي ندخلو في الديون. والله حنا الميزانيه تاعنا لا قدنا نروحو نجيبو حاجه باغ فاسيليتي، هذاك الباغ فاسيليتي تاني خلصنا. الباغ فاسيليتي تحبوا تشريو حويجه للدار ديروا ادخار وروحوا شريوها طول. الباغ فاسيليتي على بالكم باللي شويه صعيب. المهم يا البنات، الديون والاقساط راهي هي تاني تنحي جزء كبير من لاباي، وهذه مفروغ منها ماشي حتى نقولها لكم انا.
كي تدخر وتعود عندكم ميزانيه وتعود عندكم طريقه الاظرفه اللي شاركتها معكم في الفيديو اللي سبق، تكتبوا كل ظرف واش حابين تشريو فيه، يعني ما تدخلوش في العشوائيه، ماشي راحين تدينوا وراح يكون عندكم ادخار وتعمروا داركم وتوفروا. نروحوا للمشكل السادس وهو عدم الادخار. اولا يعني كاينين الناس بزاف كي تدخل لاباي واش يروحوا يديروا، يقول لك نصرف لاباي نورمال، الشي اللي يقعد نخبيه. هو اكيد ما راحش يقعد، لاباي راح دير جنحين وتفر. وعلاه؟ باسكو النظام ما كانش. الادخار راهو يكون مع الدوبي تاع لاباي، يعني كي تدخل لاباي تهزي هذاك المناب تخبيه، ما تقوليش خليه نصرف وخلي ندير واش حبيت الساعه. كما نقولوا احنا نشتري المشتريات تاعي، نكسي روحي، ندير حوايج اللي حابه في خاطري واللي يقعد نخبيه. محال حتخبي صدقيني، كما تعضيش على الحديد وهو سخون مع الاول، محال حتخبي. الادخار يكون مع اول لاباي ماهوش مع الاخر، هذا الخطا تولوا تطيحوا فيه. المشكل السابع هو المبالغة في الكماليات. يعني الكماليات هو المبالغة، يعني تروحوا تشريو القش، انت عندك قش تروحي تشري قش، انت عندك صباط تروحي تشري صباط. كماليات كما نقولوا حنا تاع كل دقيقة، كل دقيقة ياغورت وكل دقيقة كيشير وكل دقيقة نقانيق هادوك لا باي ما تقعدش، محال حتقعد. المبالغة في الكماليات راهي سيب لا باي تاعك تعود تفر تروح. المشكل الثامن يا البنات وهو السوق المتكرر. يعني تروحي كل دقيقة تخرجي تشري، كل دقيقة، كل يوم تروحي تشري، يوميا تروحي تقضي، تهزي الدراهم وتروحي تقضي. انا قلقت نخرج خلاص سي بون نخرج، انا قلق انا نخرج نروح للسوق، التسوق هاني عند مول الماعن، هاني عند مول القش، هاني عند منا عند من. وش يصرالك كي تروحي تسوقي كل يوم؟ راح تولي عندك مشتريات غير مخطط لها، يعني مش داخله، ماهيش داخله ضمن الحوايج اللي راكي خططتي لها. خلاص تسوقي كل يوم يحطوا حاجه جديده، والمراه تسخف، اكيد المراه راح تسخف. تخرجي كل يوم راح تصرفي كل يوم. ولهذا اللي عندها حاجه في حياتها، اللي عندها دين، اللي تحب لاباي تاعها تقعد تجنبي التسوق كل يوم، راهو يزيد من المصاريف ويدخلك في العشوائيه وتروحي تشري حوايج غير مخطط لها، حوايج جامي خططتي لها، ومن بعد تندمي. الحوايج هذوك كي تشريهم تنحي السخفه، ومن بعداتك كي يبداو يروح وقتهم وتطلبي لاباي تلقاها ما كانش، ما داخرتي، ما درتي حاجه زايده في حياتك والو. تشوفي الحوايج هذوك اللي شريتيهم غير مخطط لهم تندمي، تقولي يا ريت ما خرجت ما شريت. وصارت لنا كامل يا البنات. المشكل التاسع وهو عدم تخصيص مبلغ للطوارئ. وقلت لكم يا البنات راهو مبلغ الطوارئ راهو من الضروريات، يعني يجيك مصروف مفاجئ يريب لك هذيك لاباي كامل. هذاك المصروف المفاجئ مرض، يجيك فرح، ناس تاع خير مثلا جابوا لك لي كادو داروك، يجيك حاجه على غرادة هكا ما تدريش ضيف من، يجيك ظرف الطوارئ تروحي تجبدي من لاباي تروح لاباي. ولهذا يا البنات ديما نقول لكم ديروا ظرف الطوارئ. ظرف الطوارئ كما نقولوا احنا ولا من الضروريات. علاه نقول لكم يا البنات ديروا الاظرفه، ديروا ظرف كيما هكا وحطوا فيه ولو كان بال200 نورمال. الناس اللي ما عندهم حطوا 100، حطوا 50، حطوا 50 على 50 مش دراهم، 50 دراهم حطوا، راهو ظرف الطوارئ برك اونكا. المشكل العاشر يا البنات وهو التميز بين الحاجه والرغبه. واش معناتها؟ باللي حنا كي نخرجوا برا واش نروحوا نشريو الحاجه اللي عجبتنا ماشي الحاجه اللي نحتاجوها. قولوا لي صح ولا ما كاش منها؟ دي فوا الانسان كي يدخل في العشوائيه ويعود مش منظم، كي يخرج برا يروح يشري الحاجه اللي عنده رغبه فيها اللي حبها، هي ماشي محتاجها، يعني عجبته برك شراها ولا عجبتها شراتها وسيبون، يعني رغبه برك وهي ما تحتاجيهاش. يعني كنرسيو الصح الحاجه هذيك ما عجبتك برك ما كيش حتحتاجيها
وتشريحات اثمان باهظه. سا ديبون واش يعجبك، صباط، صاك، ما نعرف انا وانت عندك صاك ولا. عطيتكم اكزامبل برك يا البنات. هادو هما الاخطاء العشرة اللي رانا نوقعوا فيهم. ولا باي دير جنحين وتفر، ومن بعد شنو اللي نديرو؟ ولا لا باي هذه مربيه يا لطيف ضربوني بعين والله انا يعيطوا عليا والله ما لميت دارو. لا لا، هاي الخطا راهو منا حنا، الغلطه راهي منا حنايا. حنا رانا ما نعرفوش نصرفوا. الانسان باش يتصرف مليح وتقعد له لاباي واش يدير؟ يجيب لاباي تاعو هذه بسم الله. صدقوا لي تقدروا يا البنات 10 20 5000، المهم ربي يطرح البركه. ديري ظرف الطوارئ هذا، ديري ظرف الخبز والحليب، ديري ظرف المواد الغذائيه. الاظرفه هادو يا البنات راهم مش محتم عليك تشي لي زونفلوب وتروحي تخسري. ديري من الكرارس برك نورمال وتحكمي تكتبي جدول الاكل. جدول الاكل راني شاركته معاكم بالعشر ايام بال15 يوم كيما تحبي. المهم جدول الاكل تاعك راح كيما نقول انا يسهل لك واش طيبي واش راح تقضي كي تخرجي. ديروا ميزانيه يا البنات باش تحددوا واش راح تصرفوا. راني قلت لكم العشوائيه، المشتريات العشوائيه واللي ماهيش ما ضروريه راهي تخلص لكم لاباي. واني قلت لكم الاخطاء العشرة كانت تجنبوها راح لاباي اي مبلغ مالي. يا لو كان مليون ونص صدقوني، يا مليون ونص توفروا منه كي تعرفوا تقسموها. نرجع للاخت اللي قسمت 4 ملايين وقالت لي وين هما المصروف الاسبوعي. يا اختي العزيزه، احنا كيما نعرفوا المصروف الاسبوعي واش نحتاجوا فيه. نحتاجوا فيه الكماليات كيما نقولوا احنا فرماج هكا، احتاجنا بيض. حبيباتي يا اخت الاولاد درت لكم الكماليات. ادخلي شوفي خصص لك مبلغ تاع 200 نقول الكماليات. والكماليات مش راح يكونوا شهر كامل، الكماليات راح يكونوا كيما نقولوا احنا مش سيرتو الناس اللي محدودين الدخل. كي تجي لاباي يشريوه كان قينقات الاولاد من يفرحون، بصح ماشي راح تكون شهر كامل. المصاريف الاسبوعيه واش راح يكون فيها؟ يكون فيها خضره، يكون فيها فاكهه، يكون فيها لحوم، راح يكون فيها خبز وحليب. كتبت لك هادو كامل. واش راح تشري انت في المصروف الاسبوعي؟ انا اولويلي ندير لك مصروف اسبوعي تاع كل سمانه تصافي 400 راهي في بالي. درت لك كلش في بعضه. انت برك ما تبعتيش الفيديو ما فهمتينيش. هذا ما كان تقدري كيما نقولوا حنا اوني دخلت لك 800,000. 800,000 مبلغ مليح. ما تقوليش ندخلوا 200 ولا 400 ولا 400 ولا 200 كي نعود نسلك 4 ملايين ندخل 200 ولا 400. ما تسماش دخلت 4 ملايين كي تتعبي عليها ولا راك تتعبي عليها. على الاقل كي تدخلوا مبلغ مليح ولو كان 500 ولو كان 500. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم يا البنات. تجنبوا الاخطاء هادو راحين تتهناو من العشوائيه وتدخلوا في نظام وخلاص. نحركم هذاك الشوك هذاك تاع لاباي دخلت وراحت وانا ما درت والو واني نخدم في الباطل وانت جاتي دار ولا انت جي دار وانا ما درت والو. تبعوا النظام هذا وشوفوا النصائح هادو اللي قدمتهم لكم. ماشي تروحوا تزربوا في الفيديو وما تفهموا والو. دخلوا في التعليقات تبداو تعلقوا. تبعوا الفيديو للاخر، تبعوا النصائح بربي ان شاء الله تحطوا لي كومونتير باللي نجحتوا لاباي ولا تقعد لكم. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم يا البنات. نتمنى يكون نال اعجابكم. ما تنساونيش بجام اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله. الى اللقاء.